تخيل نفسك نايم وحلمت إنك بتطير أو بتكلم حد غريب أو بتعيش مغامرة عجيبة، لكن أول ما تفتح عينك كل حاجة بتتبخر وتحس إن دماغك مسح الحلم في ثواني. ليه بننسى الأحلام بالشكل ده؟ الحقيقة إن النوم نفسه مش مرحلة واحدة، وإحنا نايمين المخ بيمشي في دورة من مراحل. في الأول نوم خفيف، ممكن أي صوت بسيط يصحيك. بعد كده نوم أعمق، الجسم يبتدي يريح والتنفس ودقات القلب يبطئوا. ولما نوصل لأغرب مرحلة وهي نوم حركة العين السريعة أو مرحلة الريم، هنا بقى العيون وهي مغمضة تتحرك بسرعة تحت الجفن. والأغرب إن نشاط المخ في الوقت ده بيكون شبه وانت صاحي، وده السبب إن أكتر الأحلام الواضحة vivid بتحصل هنا. لكن جسمك في نفس اللحظة بيكون في حالة شلل مؤقت، كأنك بتحلم إنك بتجري أو بتطير لكن عضلاتك واقفة مكانها. وده نظام أمان بيعمله المخ علشان يحميك من تنفيذ أحلامك في الحقيقة. في مرحلة الريم مناطق المشاعر في المخ بتشتغل بأقصى طاقتها، عشان كده الأحلام دايما مليانة إحساس، بينما الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي نشاطه بيقل. وده اللي يخلي الأحلام ساعات تبقى مليانة تناقضات وملهاش أي منطق. لكن يجي السؤال الأهم، ليه بننسى الأحلام؟ هنا يبان دور الحصين، وهو الجزء اللي بيحول الذكريات المؤقتة لذكريات طويلة. والمشكلة إن الحصين نشاطه ضعيف جدا وقت الريم، يعني الحلم بيتسجل بسرعة في الذاكرة القصيرة بس وما بيلحقش يترسخ كذكرى. ولما نصحى وننشغل بأي حاجة الحلم يطير ويتبخر. ومع ذلك في أوقات معينة نقدر نفتكر الحلم، زي لما يكون الحلم مليان مشاعر قوية زي خوف أو رعب أو فرحة كبيرة، دي بتنبه المخ وتخلي الحلم يثبت. أو لو صحيت في النص أو بعد مرحلة الريم على طول فتكون لسه ماسك خيوط الحلم، أو حتى لو ركزت عليه أول ما صحيت وكتبته أو حكيته فتدي فرصة للحصين إنه يخزنه. مرحلة الريم مش بس مسؤولة عن الأحلام، لكنها كمان بتساعد على تثبيت الذكريات العاطفية وتنظيم المشاعر. يعني ممكن تحلم بموقف حصل لك والمخ وهو نايم يعيد ترتيبه ويخفف حدته. وعشان كده قلة نوم الريم بتأثر بشكل كبير على المزاج والتركيز. ولو اتحرمت منه فترة الجسم يعمل حاجة اسمها ريم ريباوند، يعني أول ما تلاقي فرصة تنام يخش بسرعة في مرحلة الريم ويزود مدتها كتعويض. في اضطرابات كمان مرتبطة بالمرحلة دي، زي لو آلية الشلل العضلي باظت بيحصل اضطراب اسمه REM Sleep Behavior Disorder، وساعتها الشخص يبدأ ينفذ أحلامه وهو نايم. أو لو الشلل يستمر شوية بعد ما تصحى تحس إنك صاحي بس مش قادر تتحرك، وده اللي بنسميه شلل النوم. في النهاية نقدر نقول إننا بننسى أغلب الأحلام لأن الحصين ما بيخزنهاش كويس وقت النوم. لكن الأحلام اللي فيها مشاعر قوية أو اللي نصحى في توقيت مظبوط أو اللي نركز عليها أول ما نصحى هي اللي بتفضل معانا. وكأن المخ بيعمل فلترة طبيعية بين عالم الأحلام اللي مليان خيال وبين حياتنا اليومية اللي محتاجة تركيز ووضوح.